صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد بتشكيل جديد. الاوردر ده ما قدرتش خالص ان انا اصوره على السرير، كنا مستعجلين عليه عشان التسليم، فقلت ليه لا كده واحنا بنغلفه اخده معاكم كده في السريع قدام الكاميرا فيديو، بحيث ان انتوا تستفادوا برضو او تعرفوا الاشكال المتوفره في السوق ايه. حتى كان معايا الناس اللي معايا في الورشه كانوا بيغلفوا معايا اهو، يعني اعتبر كنت بصور واغلف في نفس الوقت. ما شاء الله ده كده رسومات اطفال. التشكيل ده عمرية، في بورصل مقفول وفي بورصل مفتوح. تشكيل ما شاء الله ما شاء الله كان كبير، وكان اطفال ومقاسات مختلفة، سرير كبير بمقاسات مختلفة، وكلها ما كانش ينفع، كلها كانت باستك وما كانش ينفع ان هي تتصور على السرير. فحبيت ان انا اوريكم التشكيل ده لانها كانت سراير 120 وسراير 170 وسراير 150، وانا السرير في الورشة كان 160 زي ما انتم متعودين معايا. كان معانا كمان مقاس خاص، كان 2 متر و20 في 2 متر و20. تخيلوا المقاس كان عامل ازاي، بس الارتفاع كان قليل. كان صعب جدا ان احنا نطلع منه ملايه باستك، من يعني يكون فيها ما فيهاش وصلات، يكون الوصله مش باينه على وش السرير، بس الارتفاع هو اللي خدمنا في ان الوصله ما تطلعش على وش السرير لان الارتفاع كان قليل. فقدرنا ان احنا نحافظ على ان الوصله تبقى متداريه عند الدماغ. خليني بقى نكمل مع بعض. ده عمرية بورصل مفتوح. في حاجات كتير عمرية بورصل مقفول، يعني هي معظم التشكيل ده عمرية بورصل مقفول. واللي هيسألني طبعا عمرية بورصل مقفول ده ايه مؤمل، يعني نسبة القطن فيه اعلى شوية. طبعا العمرية نوعين، وكل نوع ليه سعر مختلف عن التاني. فالنوع الاقل ب65 وب70 في السوق، والنوع العالي سعره ثابت 85 اللي هو اعلى حاجة في العمرية. ده كله التشكيل اللي قدامكم تشكيل عمريه، ما فيهوش اي حاجه غير العمريه. عمريه بورصل مفتوح ومقفول زي ما قلت لكم. اللي قدامكم ده عمريه بورصل مقفول. فمش مش هقدر اتذكر لان انا مسلمه الاوردر ده بقاله فتره، كنت صورت الفيديو بس ما نزلتهوش، فقلت انزله معاكم بحيث ان انتوا تستفادوا من الاشكال. ده برضك عمريه بورصل مقفول. اللي هقدر اتذكره هقوله معاكم، واللي مش هقدر افتكره فخلاص مش هعرف. ده عمريه بورصل مقفول. زي ما قلت لكم 90% من الاوردر كان عمرية بورصل مقفول. ما شاء الله التشكيل كان كبير، كان كله اوردر في مكان واحد. الاوردر ده كان مسافر، العميلة مسافرة برا مصر، فكنا مستعجلين عليه جدا لاننا يعتبر سلمناه في مفيش حوالي اسبوع بالكتير. فحبيت ان انا اخلص على طول واسلمه. قلت بس افتح الكاميرا ونشوف الاوردر ده مع بعض عشان تتفرجوا على الاشكال والاذواق. طبعا كلها اختيارات العميل، كل الاشكال اختيارات العميل، بس ما شاء الله عليها موفقه. انا كنت ممكن اغير بس وانا بجيب الاوردر، يعني غيرت بس في الوان اكياس المخدات. لو حسيت ان اللون اللي كان في الصوره مش مناسب غيرت. زي ما قلت لكم تقدروا تختاروا الوان اكياس المخدات زي ما تحبوا، يعني الطقم بيبقى فيه اكتر من لون. يعني مثلا الطقم ده فيه جنزيري وفيه سيلفر او رصاصي، تقدروا تاخدوا درجه تانية تمشي معاه. اللون المسترد ده بحبه قوي. عايزه اقول لكم ان الماتيريال، انا كنت هنا ماسكه الماتيريال لان الخامه دي اللون المسترد ده والخامه بتاعته كانت حلوه قوي. يعني اعتقد ان انا كنت جايباها من البركال الجديد اللي نزل عند عماد حمدي. بالمناسبه هنزل اصور لكم ان شاء الله تشكيل حلو جدا عند عماد حمدي، لان عنده تشكيل بركال سعر المتر فيه ب65. عنده تشكيل كويس جدا، عنده الوان الساده بتاع البركال كلها. الناس اللي بتستخدم ساده غير العمريه وحابه تستخدم حاجه تانية وعايزه خامه غير المصريه، تقدري تاخدي البركال ده حلو جدا والوانه حلوه وموجود منه الوان كتير. ان شاء الله هوضح لكم كل الحاجات الجديده اللي موجوده عند عماد حمدي في كام فيديو ان شاء الله. هحاول ان انا انزل بكره اصور لكم، لان في كام خامه وكام حاجه جديده كده محتاجين يتصوروا بجد. تعالوا بقى مع بعض نكمل الفيديو. الرسمه القلب ده انا ما حبيتش ان انا ادخل معاها الوان ساده خالص، لان مش كل اللطقم اللي ممكن تدخلي فيها ماتشنج وتبقى حلوه. بالمناسبه كنت عامله طقم، كنت عامله اطقم، كان كيس المخده اللي يمشي معاها كان باللون الابيض، وبعدين كان في حد واخده وفرشه على السرير. فلما شفت كانت السرير بتاعته بيضة، فلما شفت كيس المخده طبعا هو اللي بيبقى للسرير مباشر وظهر السرير وراه كان ابيض وكيس المخده ابيض، طبعا ما بيبقاش بنفس الدرجات. محبتهوش خالص يعني. هنا لفت نظري لحته ايه اللي هو انت لو عندك مثلا، لو بتطلبوا اوردر ودهانات بتاعتك بيضة، بلاش اكياس المخدة تبقى باللون الابيض. يعني مثلا طقم زي اللي كان فيه القلوب الرصاصي ده، القلوب الرصاصي ده في ابيض،
فلو هو على سرير ابيض لا بلاش، او اوف وايت، فبلاش كيس المخده يبقى باللون الاوف وايت او الابيض، لانه بيبقى على السرير مش ناطق خالص. لا انا عندي الطقم كله يبقى بلون واحد، افضل من ان انت تحط كيس المخده بنفس دهانات السرير من ورا، بيبقى شكله بجد مش احسن حاجه، الا ان بقى يكون درجه لون كيس المخده بلون السرير بالظبط. فلما تيجي تختاروا اوردر او تنزلوا حتى تجيبوا لنفسكم او بتشتروا اطقم ملايات، فكروا في النقطه دي، لانها بجد كان شكلها وحش جدا. لما جربنا ان احنا لغيت اصلا اكياس المخدات وشلتها كمان من اللطم، وعملت بدلها اكياس مخدات من نفس الملاية المنقوش، علشان كانت اطقم للبيع يعني، عشان لو العميل خده على سرير كده بالشكل ده كان هيبقى شكله وحش جدا. اما بقى لو كيس المخده هنا باللون الزيتوني، السرير بقى ابيض اوف وايت عادي، لان الملايه اساسا منقوشه، والزيتوني بجد يعني بالعكس هيبقى حلو جدا في انه هيكسر في الالوان بتاع السرير، هيفرق ما بين الملايه اصلا ودرجه الظهر بتاع السرير وما بين السرير. يا رب تكون المعلومه مفيده بالنسبه لكم. هي جت على بالي كده وانا بفرجكم على الاوردر، فقلت ليه لا اكلمكم على النقطه دي، لان بجد في حاجات كده ما باخدش بالي منها غير لما بشوفها في التصوير والتغليف. اللطم ده انا ما كنتش صورتها على السرير عندي في الورشه عشان كنت اكتشف مثلا حاجه زي كده. اخدت اكياس المخده وخليتها لحاجات تانية، لان بيبقى فيه اوض نوم بتبقى على بنيات ودرجات اللي هي درجات اسود بنيات الوان تانية غير الابيض والاوف وايت، فبتبقى حلوه معاها مفيش مشكله، بالعكس بتبقى ناطقه جدا. الطقم ده برضك من اللطقم اللي هي عمريه بورصل مفتوح، يعني اللي هي اقل في السعر، لكن خامته كانت كويسه وعجبني جدا ولونه كان حلو. هنا كيس المخده مشبح اوف وايت، طبعا اختيارها وهي صممت عليه زي ما قلت لكم. اللون الارضيه اللي كنت بشاور عليه ده ما كانش فيه الدرجه دي نهائي، يعني ما كانش فيه درجه تمشي معاه وتدي الشكل ده. الاوف وايت ده مشبح وكان شكله انسب حاجه للطقم. هنا عايزه اقولك ان هنا اللون الزيتوني بتاع كيس المخده بتاع الطقم اللي فات ده كان يمشي عادي مع الطقم ده، فان الطقم ده فيه الوان كتير جدا كانت ممكن تمشي معاه، وكان ممكن يمشي معاه اللون الجنزاري، اللون الاورنج الغامق ده اللي هو عامل زي الطوبي، فكذا لون كان هيمشي معاه. بس انا حسيت ان البترول حلو معاه جدا، خصوصا ان احنا كنا مدخلين اللون الساده ده في الالوان الساده اللي فيه في الوان ملايات تانية. درجة السمون بتاع كيس المخدة بتاع الطقم ده حلوة قوي، حلوة قوي بجد. يعني لو انت بتعملي ملاية سادة، الدرجة دي من الالوان الجميلة اللي حلوة جدا في الفرش. ولو بتجيبي برضو كوفرتات سادة من اللي هي البيكا، الدرجة دي برضو موجودة احيانا كتير بشوفها في درجات الكوفرتات البيكا السادة. تقدري تجيبيها برضو، بتبقى حلوة جدا في اوض الاطفال. ولو خدتوا بالكم اللون ده تحسوا ان هو موجود في تشكيل كتير من العمرية. المشبح المشبح ده كان حلو قوي برضو مع الطقم ده. حبيت بس ان انا اكسر ما بين المشبح وما بين الدرجه الساده. جبت الملايه دي كانت اللون الساده بتاعها هادي شويه، فحبيت اهدي. التاني كان شويه محتاج المشبح يقولوا على اللون ده ايه، بطيخي باين او مش عارفه. المهم هنا اللون اللبني ده كان ماشي. وهنا بقول لكم برضو كنا الطقم ده من اللطقم اللي فيها الوان كتير جدا. بصوا بقى هنا غيرت اللون الرصاصي. هنا حبيت قوي بقى ان انا ادخل الرصاصي، لان ما كنتش دخلته في اي طقم، وكنت مستنيه طقم يكون فعلا محتاج الرصاصي وهيبقى اجمل معاه. الطقم ده عبارة عن شوية كده ايه، فراشات على غزال على تحس ان هي مش باينة قوي في الرسمة، بس لما دققت فيها كده وانا بصور اخدت بالي ان هي فيها حاجات من دي كتير، فحبيت ان انا الفت نظركم ليها عشان الناس اللي مش بتحب الحاجات اللي فيها رسومات حيوانات او حشرات او كده. فهي طبعا مش حشرات، ده فراشة، دي حاجة جميلة، بس برضك حبيت الفت نظركم علشان لو مش بتحبوا الحاجات دي هتلغوا الطقم ده. بس بجد لما تشوفي الطقم ده وتبصله لاول مرة وتاني مرة ما تاخديش بالك نهائي اساسا من الرسومات دي فيه. الرسمة اللي فاتت دي برضك دخلت معاها رصاصي بس بدرجة تانية.